Unit 2 Mixtures Lesson 2 Solutions. النهارده هنتكلم عن lesson جديد في Unit الميكتشرز وله علاقة طبعا بالميكتشرز ولكن تحت اسم Solutions. تعالوا نعرف الأول يعني إيه Solubility Process. Solubility Process أو عملية الذوبان it is the process which is responsible for making solution. هي عملية تكوين السوليوشنز أو المحاليل. طبعا ال solubility process أو السوليوشن يعني consists of solvent و solute. أي solution في الدنيا أي محلول في الدنيا بيتكون من مكونين رئيسيين هما السولفنت أو المذيب والسوليوت المذاب. المذيب طبعا هو المادة اللي أنت هتدوب فيها، والسوليوت المذاب المادة اللي هتدوب. يبقى عندي solvent وسوليوت، المادة اللي هندوب فيها، والسوليوت هي المادة اللي هتدوب. وبالتالي احنا نقدر نقول ان عناصر السوليبيليتي بروسيس او عناصر عمليه الذوبان هي سوليوت بلس سولفنت، المذاب مع المذيب هيكون لك في الاخر السوليوشن اللي هو موضوع دراستنا النهارده. طيب تعالوا نتعرف على كل مكون من دول. السولفنت او المذيب طبعا it is a substance in which the solute dissolves such as water. هو المادة التي يذوب فيها السوليوت. It is the substance in which the solute dissolves. وطبعا عندي مواد كتيرة جدا أشهرهم على الإطلاق هي الووتر. طبعا في عندي الألكوهول والبنزين، ولكن لاحظوا إن دايما السولفنت هيكون ليكويد، هيكون مادة سائلة. أما السوليوت it is the substance which dissolves in a solvent such as salt and sugar. هي المادة التي تذوب في السولفنت، هي المادة التي تذوب في السولفنت، ودي طبعا هتبقى solid substance مادة صلبة، وأشهرهم على الإطلاق السولت والشوجر. طبعا بيتكون لي في النهاية السوليوشن. السوليوشن it is a mixture in which solute breaks down and spread through the solvents. هو المخلوط الناتج لما السوليوت أو المادة المذابة بتتكسر وبتنتشر في السولفنت. بيكون عندي هنا السوليوشن. The solution is made when two or more substances combine to form a mixture. السوليوشن ده هيتكون لما مكونين أو أكتر بيتحدوا عشان يعملوا الميكتشرز. طيب لاحظ معايا هنا الملاحظات التالية. If solute particles dissolves in a solvent، لو جزيئات السوليوت اللي احنا اتفقنا ان هي هتبقى solid بتدوب في السولفنت we say it is a soluble أو homogeneous mixture. لو أنت عندك السوليد ده داب في السولفنت، يعني أنت ما عدتش شايفه مثلا sugar in water أو salt in water، أنت ما عدتش شايف بقى، مش شايف الشوجر في المية أو مش شايف السولت في المية، فإحنا بنسميه homogeneous mixture زي salty or sugary solution. طب لو السوليوت بارتكلز دونت ديزولف ان ا سولفنت، لو ما بتدوبش بقى، يعني مثلا انت حطيت ساند في ووتر، الساند مش هيدوب وبالتالي انت هتشوفه اصلا في الووتر، ساعتها هيبقى اسمه insoluble او heterogeneous mixture. وعندي برضو اكزامبل تاني الناتشورال اورنج جوس، عصير البرتقال الطبيعي، لان انت بتشوف بارتكلز او بيسز من الاورنج موجوده جوه الجوس ما بتدوبش، او المض طبعا او الساند ان ووتر، الرمال او الطين في الماء. Factors affecting the solubility process. ايه هي العوامل اللي ممكن تاثر في عمليه الذوبان؟ يعني ايه تاثر في عمليه الذوبان؟ يعني تسرع من العمليه او تقلل منها. طبعا في عوامل كتير هنحدد هنا 4 points. Number 1 the quantity of solvent and solute، كميه المذيب والمذاب. Temperature او الهيت الحراره. Steering عملية التقليب. Kind of the solute، نوع المادة المذابة. تعالوا نتناول كل جزء منهم ونتكلم عليه. تمام؟ رقم 1 the quantity of solvent and solute. The quantity of solvent and solute، كمية المذيب والمذاب. لو احنا عملنا experiment مثلا dissolve an amount of sugar in 50 ملي water، لو انت دوبت مثلا كمية من السكر في 50 ملي مية، ونفس الكميه من الشوجر دوبتها في 300 ملي ووتر، تفتكر مين هيدوب في وقت اسرع؟ كميه الشوجر في 50 ملي ووتر ولا نفس الكميه في 300 ملي ووتر؟ طبعا the sugar in 300 ملي ووتر dissolves faster. السكر اللي في 300 ملي ميه هيدوب اسرع من نفس الكميه في 50 ملي ميه. ليه؟ لان انت عندك هنا الديزولفنج تايم increase when the quantity of solvent increases. انت زودت هنا كميه
المذيب اللي هو الووتر في حالتنا هنا اهوت، وبالتالي ده بيسرع من عمليه الايه؟ السوليبيليتي. خد بالك بقى من حاجه مهمه قوي هنا، لما السوليبيليتي بروسيس هتزيد التايمنج او التايم بتاع السوليبيليتي بيقل، بيحصل له ديكريز، الوقت بيقل، وقت الذوبان بيقل، معنى كده العمليه بتتم اسرع. العامل الثاني او الفاكتور نمبر 2 the temperature dissolve two equal amounts of sugar in the same amount of water. هنا عندي نفس كميه السولفنت ونفس كميه السوليوت، بس هنعمل ايه بقى كفرق؟ heat one of them، هنسخن واحد بس، هنسخن كونتينر او فلاسك واحد بس and leave the other without heating، والتاني هنسيبه بدون اي تسخين، وهنعمل ريكورد للتايم بتاع السوليبيليتي بروسيس. طبعا بديهي جدا هتلاقي ان الهيتد سوليوشن ديزولفز فاستر، الجزء او الووتر اللي انت عملت لها هيت داب فيها الشوجر اسرع من اللي سبته يدوب فيها عادي، وده معناه ان السوليبيليتي بروسيس انكريز وين ذا تمبريتشر انكريز، عمليه الذوبان بتزيد او بتسرع لما التمبريتشر انكريز. وطبعا في نفس الحاله هنا التايم هيحصل له ايه بالظبط؟ بيحصل له ديكريز، الوقت بقى بتاع الذوبان بيقل، يعني مثلا ممكن يبقى 10 ثواني، لكن انت لو ما عملتش تسخين هيدوب في نص دقيقه 30 ثانيه مثلا. فاكتور نمبر 3 كايند اوف سوليوت، نوع المذاب. هتحط اماونت من الصوديوم كلورايد، والصوديوم كلورايد هو الكيميكال نيم بتاع التيبل سولت، ملح الطعام اللي احنا بنستعمله في الووتر. وهتحط سيم اماونت اوف صوديوم كربونيت، وده another type of salt في الووتر. وهيت بوث جنتلي ويز ستيرنج، وهنسخن الاثنين بالراحه كده وهنعمل لهم ستيرنج. اذا الاختلاف الوحيد هنا هو الكايند اوف سوليوت، نوع الماده المذابه نفسها، مش واحده، في واحده صوديوم كلورايد في الثانيه صوديوم كربونيت. هتلاقي في الاوبزرفيشن بتاعتك ان التايم needed to dissolve صوديوم كلورايد differs from that needed to dissolve صوديوم كربونيت. يعني ايه الكلام ده؟ الوقت اللي هيدوب فيه الصوديوم كلورايد هيبقى تلاقيه مختلف تماما عن الصوديوم كربونيت، هتلاقي ان الصوديوم كلورايد بيدوب اسرع من الصوديوم كربونيت، مع ان الاثنين ذا سيم اماونت، نفس الكميه بتاعت السوليوت ونفس الكميه بتاعت السولفنت، وفي الاثنين هيت وفي الاثنين ستيرنج. اذا الفرق هنا الكايند اوف سوليوت هو اللي مختلف. يبقى السوليبيليتي بروسيس ديبند اوف ذا كايند اوف سوليوت، عمليه الذوبان بتعتمد على نوع الماده المذابه. في مواد عندها القابليه او طبيعتها ان هي تدوب اسرع من مواد اخرى. العامل الاخير معانا هو الستيرنج، عمليه التقليب، ودي تشبه الى حد كبير التمبريتشر. ازاي؟ السوليبيليتي بروسيس انكريز باي ستيرنج، بمنتهى البساطه انت لو عملت تقليب لسوليوت في سولفنت هتلاقي ان عمليه السوليبيليتي حصل لها انكريزنج. طبعا في نوتس هنا مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. الووتر از كولد كومون سولفنت، خلي بالك من الاسم ده، مذيب عام، الميه بالذات. طب ليه؟ لان thousands of substances dissolve in water، الاف من المواد بتدوب في الميه، اكتر ماده بيدوب فيها مواد هي الووتر، عشان كده بنسميها common solvent. طبعا although some substances don't dissolve in water، لكن طبعا ده ما ينكرش او ينفي ان في بعض المواد لا تذوب في الماء، ولكن الماء بيدوب الاف من المواد فيه. اشكركم ونتقابل في الحصه القادمه ان شاء الله.